أنا اسمي سارة، ست مشهورة بين صحابي وأهلي بالهدوء والرزانة. بس الحياة أحياناً بتحطك قدام مواقف ما كنتش متخيلة إنها تحصل. البداية، القرار المفاجئ. ابن أختي كريمي عنده 16 سنة، شاب صغير مليان أحلام ومشاغبات، وقرر فجأة: أنا عايز أعيش معاكي يا عمتي. القرار ده كان صدمة ليا، أنا أصلاً عندي شغل وحياة مستقرة ومسؤوليات، وهو جاي بياخد مساحة كبيرة ومساحة قلبي كمان. في الأول كنت مترددة، كنت خايفة أكون مش قادرة أتحكم في الموقف، وكمان خايفة على نفسي وعلى ولادي. لكن في قلبي كان في حاجة صغيرة بتقولي: ده محتاجك، ويمكن محتاجة أتعلم حاجة منه كمان. الأيام الأولى، الصراع. أول أسبوع كان كله صراع. كريم مراهق، عنده عند ووسائل ترفيه غريبة بالنسبة لي. البيت بقى مليان ضحك، شجار، وحوارات ما كنتش متعودة عليها. أنا بحاول أفرض النظام، وهو بيحاول يثبت إنه عنده رأي، إنه كبير، إنه مش طفل صغير. في يوم اكتشفت إنه مش بس مراهق عنيد، ده شاب محتاج حد يسمعه، يفهمه، يحسسه إنه مهم. وكانت هنا نقطة التحول. بدل ما أغضب وأزعل، بدأت أسمع له وأفهم مشاعره، خوفه وآماله الصغيرة، حتى غضبه. الصعود، المشاعر تتغير. مع الوقت بدأت العلاقة بيننا تقوى. كريم مش بس اتعلم يحترم النظام، ده بدأ يحكي لي أسراره، مخاوفه، وحتى أحلامه الصغيرة. وأنا كمان بدأت أحس بنفسي مختلفة. البيت بقى مليان حياة، مليان ضحك، مليان تحدي. وفي لحظات كنت ببكي فيها من فرح، ومرة من قهر على اللي كان ممكن يحصل له من غير حد يهتم بيه. الأزمة، لحظة الاختبار الكبرى. يوم حصل موقف صعب، كريم حاول يعمل حاجة خطيرة من غير ما يفكر. أنا وقفت قدامه، اتخانقنا، صرخ، أنا صرخت. بس اللحظة دي كانت بداية درس كبير. هو فهم إنه مش لوحده، وإنه لازم يتحمل مسؤوليته. وأنا فهمت إن قوتي مش بس في صمتي، القوة الحقيقية إنك تقدر تكون موجود لحد محتاجك، حتى لو ده تحدى كل صبرك. النهاية، النمو والتغيير. دلوقتي كريم بقى جزء من حياتي، مش بس ابن أختي، ده شريك في الحياة اليومية، وبيننا احترام وحب متبادل. أنا اتعلمت منه الصبر والمرونة، وهو اتعلم مني النظام والتحمل، وبقينا الاتنين أقوى من قبل. كل واحد فينا اكتشف القوة اللي جواه.